بقى النهارده لما اقول لك ازاي تعملي كفته الرز وتطلع معاكي ناجحه 100%. العيد على الابواب، هتحتاجي الفيديو ده، بس اهم حاجه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه هنسمي الله، ومعايا كيلو من اللحمه المفرومه. المفروض ان كيلو اللحمه المفرومه بيكون قصاده كيلو من الرز المطحون، بس بصراحه انا بحب احط كيلو لحمه مفرومه عليه كيلو الا ربع من الرز، عشان اللحمه كده تكون باينه بصبع الكفته. ومعايا بصلتين، معايا 6 فصوص من الثوم، ومعايا خضره مشكله شبت وكزبره وبقدونس، من كل حاجه رابطه كده. خضره لما بتبقى كتيره الكفته ما تشققش معاكي لما تيجي تقليها. هنسمي الله بقى ونحط كل الكلام ده على بعضه كده. الرز ده انا جايباه كده مطحون جاهز، لكن لو مش موجود عندك هتجيبي الرز تغسليه تسيبيه ينشف وتضربيه في الكبه بتاعه الخلاط. نحط الكلام ده كده كله على بعضه وناخده في الكبه او في المفرمه، ننعمها كويس جدا. هاخدها اعملها وبعد كده ارجع لكم تاني. وهنا واحنا بنضربها في الكبه يكون جنبنا كوبايه من الميه، ناخد معلقتين بمعلقتين كده، بيسهل ضرب العجينه في الكبه، وكمان بيخلي العجينه بتاعه الكفته ناعمه خالص. شايفين ما شاء الله بتضرب بسهوله جدا. تعالوا بقى شوفوا العجينه عامله ازاي، ملبن يا جماعه، خطيره. وهنا بقى هنبهر الكفته، بنبهرها انا بحط كيس من السبع بهارات اللي هو بتاع كنود ده، حلو قوي بيخلي الكفته ليها نكهه حلوه. وبحط معلقه بابريكا، بحط معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، وطبعا بتظبطي الملح حسب الذوق. واهم حاجه معلقه البيكنج باودر علشان تخلي الكفته كده هشه ونفشه كده، ما تخليهاش مكتومه. نقلب الكلام ده كله مع بعضه، واهم حاجه بقى يا ست كل اللي انت تسيبي الكفته متبله ساعتين 3. يا سلام بقى لو سبتيها من بالليل لتاني يوم هتكون عظمه. انا قلبت بقى الكلام ده كله وبيتها في التلاجة، وتاني يوم طلعتها. طبعا الريحه خطيره يا جماعه. شوفوا بقى الكفته وجمالها وحلاوتها خطيره تحفه. اهم حاجه بقى تصلي بينا على النبي كده، ونجيب جنبنا طبق يكون فيه زيت، ونبدا نصبع الكفته. طبعا هتصبعيها بقى كبيره صغيره كل واحد حسب ذوقه. طب انت يا ست كل حبه اللي انت تفرزيها ممكن تفرزيها عجينه بتحطيها في كيس على حسب عدد الافراد يعني، او على حسب ما انت محتاجه يعني، وتحطيها في كيس تطلعيها تفك وبعد كده تصبعيها. طب انت حابه اللي انت تعينيها متصبعه، بنجيب الاطباق الفويل، بنحط الاول كيس من اكياس السندوتشات، تفتحيه كده وترصي الرصه الاولانيه، وبعد كده بين كل رصه ورصه بتحطي طبقه من الاكياس عشان الكفته ما تلزقش، وبتعينيها في الفريزر. قبل ما تيجي تعمليها طلعيها كده بنص ساعه تفك، وبعد كده تقليها وتعملي الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض. شايفين ما شاء الله خطيره، تحفه تحفه تحفه. هنا بقى انا صبعتها، وتعالوا شوفوا الجمال والحلاوه، خطيره يا جماعه، حلوه جدا. شايفين؟ والخضار بتاعها كده حلو وجميل جدا جدا. تعالوا بقى نقليها ونشوف يا ترى الكفته بتاعتنا الخطيره دي هتفك ولا مش هتفك. حطيت الزيت على النار، وهنبدأ بقى اللي انا بعد ما الزيت سخن نزلت بالكفته. ولازم طبعا نقعد نقلبها يمين وشمال كده عشان كلها تاخد لون واحد وتطلع كده ايه مستويه وحلوه. هنا بعد ما قلبتها طبعا لازم نطلعها على مصفى. وده شكل الكفته بتاعتنا. الله يا جماعه ريحتها خطيره. كل ما الكفته تكون لحمتها كتيره كل ما تبقى خطيره كده، وانت بتاكلي تقطمي صابع الكفته بيكون حلو جدا. وهي اصلا المفروض ان كفته الرز تتعمل باللحمه الجملي، بتتعمل بلحمه كبيره عشان لما تيجي تاكليها كده تقطم معاكي. الله، شايفين الجمال والحلاوه تحفه. طبعا بقى الولاد حواليا ربنا يهديهم ويخليهم عمالين ينتشوا وياكلوا زي ما كنا بنعمل مع امهات. هي بيني وبينكم يا بنات بتبقى كده جميلة، وهي طالعة متحمرة وسخنة بتبقى خطيرة. تعالوا بقى نعمل الصلصة اللي هنحط فيها الكفتة. هنجيب حلة نحط فيها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة من الزيت، حابة تعمليها سمنة بس زيت بس براحتك. جبت بصلاية كده صغيرة ضربتها في الكبة، هي المفروض تتعمل بالثوم بس أنا بحب أعملها بالاتنين بتبقى حلوة جدا. فحطيت بصلاية لما دبلت كده نزلت بالتوابل اللي أنا حطيتها في عجينة الكفتة، الملح والكزبرة والبابريكا والكزبرة والكمون والسبع بهارات، ومعلقة من الثوم المفروم وشوحتهم كده. ولما الثوم ريحته طلعت نزلت بعصير الطماطم. الطماطم جبتها غسلتها وضربتها في الخلاط وصفيتها، وكوبايتين من المية. هنغطي عليها ونسيبها تتصلصل. وبعد ما اتصلصلت جبت بطاطساية قطعتها مكعبات، يعني قشرتها وغسلتها وقطعتها مكعبات، بتدي كده قوام حلو جدا للصلصة بتاعت الكفتة. تغلي غلوة واحدة وبعد كده نزلت بالكفتة. بنغطي على الكفتة بس نسيب الغطا كده موارب علشان الكفتة ما تشربش كل الصوص بتاعها،
ونسيبها تغلي غلوتين وكده تكون جاهزة معانا. المفروض إن الكفتة دي يكون جنبها رز حبّاية وحبّاية، بس أنا بصراحة ما كنتش فاضية، فعملت رز بالشعرية. فحطيت حلة على النار، معلقتين كبار سمنة، وطبعًا لازم معلقة الزيت عشان الرز يطلع مفلفل، وبعد كده نزلت بالشعرية، وأنا باشوّح الشعرية وباقلّب فيها كده يمين وشمال عشان كلّها تاخد لون واحد. بعد كده غسلت الرز، 3 كوبايات من الرز غسلتهم ونزلت بيهم، وحطيت ملح، حطيت رشة بسيطة خالص كده من الفلفل الأسمر بيدّي نكهة حلوة جدًا للرز، والرز بقى عشان يطلع معاكِ مفلفل شوّحيه كده على الأقل 3، 4 دقايق يطلع معاكِ مفلفل وخطير. وبعد كده نزلت بالمَيّة المغلية، المَيّة قد الرز، 3 كوبايات مَيّة بقدّهم 3 كوبايات من الرز، بس نزوّد شوية كده ربع كوباية عشان إحنا حاطين شعرية. ونقلّب بقى كويس كده ونغطّي عليه، وهو لسه بيبقبق أنا بادّي له تقليبة كده من فوق لتحت وأغطّي عليه وأسيبه بقى يكمّل سِواه براحته خالص. وكده الغدا بقى جاهز معانا، اتفضّلي أحلى كفتة هتعمليها، تحفة يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. نحط بقى طبق كده من الكفتة المتحمّرة والكفتة بصلصة خطيرة، طبعًا الصلصة القوام بتاعها حلو جدًا، البطاطساية اللي إحنا حطيناها بتضبّط القوام بتاع الصلصة، والكفتة دايبة دوب. قلّلي كده الرز هتاكلي كده كفتة خطيرة، تستمتعي كده بطعم اللحمة وأنتِ بتاكلي، شايفين القوام بتاع الصوص حلو جدًا. والبتنجان طبعًا إحنا عملناه قبل كده مع بعض، حاجة كده تفتح النِفس. عايزاكِ تجرّبي الكفتة بالطريقة بتاعتي هتعجبِك جدًا، جدًا، وما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو، أشوفِك في فيديو